انا اخر حاجه كنت اتوقعها ان اوفيو اللي بروح عنده دايما عشان ابوظ الدايت هو اللي يعمل لنا ديزرتس لو كالوري تنفع للدايت. واول حاجه جربتها هي التشيز كيك جلو، ودي فيها 120 كالوري بس وسعرها 300 جنيه. طعمها عجبني بصراحه، بس هي مختلفه تماما عن التشيز كيك اللي احنا عارفينها، وبالذات ان القوام نفسه مختلف وتقريبا ما فيهاش سكر خالص. اما بقى تاني حاجه جربتها واللي كنت متحمس لها جدا هو التيراميسو ديلايت، ده فيه 210 كالوري وسعره 270 جنيه. بصراحه طعمه كان خطير وما يفرقش اي حاجه خالص عن التيراميسو العادي اللي باكله دايما، بالعكس كمان ده عجبني جدا عشان سكره كان قليل وطعم القهوه باين فيه قوي. واخر حاجه بقى واللي كنت مقلق منها شويه قبل ما اجربها هي الاورنج تشوكلت ترافل، ودي اسمها وشكلها وطريقه تقديمها ألذ من بعض. سعرها 80 جنيه للواحده، وعايز اقول لكم انها فاجئتني من طعمها وحلاوتها. يعني طعم الدارك تشوكلت نفسه لذيذ وما يقفلكش منها خالص، بالعكس ده انا حبيتها قوي وحبيت طعمها. وبالنسبه لي انا شايف ان اوفيو عمل حاجه حلوه ممكن تنفع الناس اللي بيحاولوا يعملوا دايت زي حالاتي كده ومش قادرين يبعدوا عن السكريات، بس في نفس الوقت حاسس ان سعرها كتير بالنسبه لكميتها وحجمها. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ويهمني جدا اسمع رايكم برضو في الكومنتات، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه حاجات تانية احلى من كل اللي فات.